أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي في سلسلة النقلة الفائزة. في كل فيديو هنشوف 3 مواقف، هشرح لك الموقف وهطلب منك إنك تعرف النقلة الفائزة. وهنا أنت هتوقف الفيديو وتفكر، وبعد ما توصل للإجابة شغل الفيديو وقارن إجابتك بالحل النموذجي. دايما هتكون النقلة المطلوبة هي نقلة بتدي كشمات أو بتفوز بمادة أو بتصل باللاعب إلى موقف فائز في النهاية. المواقف متفاوتة الصعوبة، من الأسهل رقم 1 إلى الأصعب رقم 5. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. يلا نشوف الموقف رقم 1. آخر نقلة للأسود كانت كوين تيكس جي 2 طالب الرخ، ولكن النقلة دي نقلة سيئة والأبيض عنده نقلة فائزة. يا ترى إيه هي؟ الموقف ده درجة الصعوبة 3. من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. يلا نشوف حل الموقف رقم 1. الأبيض لعب ببساطة كوين F3 طالب الوزير وفي نفس الوقت بيحمي الرخ، والاسود لو اخد الوزير الابيض هيلعب روك جي 1 تشيك، والاسود ما عندوش غير انه يغطي بالوزير، ولكن الابيض ياخد الوزير بتشيك ميت. ولكن اذا الوزير تراجع على العمود الابيض هيكمل ببساطة كاسل لونج بالتهديد روك جي 1 ويربط الوزير ويفوز بيه، والاسود ما عندهوش دفاع ولذلك الاسود سلم. ودلوقتي تعال نشوف الموقف رقم 2. آخر نقلة للأسود كانت كينج اي 6 بيحمي الفيل وبيهاجم الرخ وفي نفس الوقت بيزود الضغط على بيدق الدي 7 اللي كان في طريقه للترقية. ودلوقتي النقلة للأبيض اللي عنده نقلة فائزة. يا ترى ايه هي؟ الموقف ده درجة الصعوبة 3. من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. حل الموقف رقم 2. الأبيض لعب روك سي 6 تشيك، والملك لو نزل للصف السابع الأبيض هيفوز بالفيل، وإذا أخد الرخ كينج تيكس دي 5 الأبيض هيكمل ببساطة بيشوب جي 2 تشيك ميت. وأخيرا وصلنا للموقف رقم 3. في الموقف ده النقلة الأبيض اللي عنده نقلة فائزة. يا ترى إيه هي؟ الموقف ده درجة الصعوبة 3. من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. حل الموقف رقم 3. الأبيض لعب كوين تيكس جي 6 تشيك، والأسود مجبر على لعب كينج تيكس جي 6، وهنا الأبيض بيكمل روك جي 3 تشيك، والملك ممكن يجي في المربع H7 أو ممكن يجي في المربع H6. لو راح للمربع H6 الأبيض هيكمل نايت F7 تشيك، كينج H7 بيشوب دي 3 تشيك، F5 بيشوب تيكس F5 تشيك ميت. وإذا الأسود لعب كينج جي 7 الأبيض هيكمل بيشوب دي 3 تشيك، كينج H6 نايت F7 تشيك ميت. أرجو أنك تكون وصلت للحلول الصحيحة، وإلى اللقاء في فيديو آخر من سلسلة النقلة الفائزة.